مكان الثقه اللي احنا نديها لك ان شاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وخاتم النبيين أجمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا الزهراء، يا خير من علمت الدنيا كلها وعلمت الأرض بأسرها. الأهل الكرام، أهل أعظم وأقدم قرية على مستوى مركز سيدي سالم، الفضلاء والعظماء، أهل التابع لهم كان البطاقة مدون بها التابع للحدادي، وده شرف لنا كلنا. عظماء هذه القرية العظيمة، أهلي وأصدقائي، وما بقول أهلي وأصدقائي لأن أنا الوجوه كلها مش غريبة عليا، الحضور الأفاضل والمنصة الكريمة كل أحد باسمه. أولا أتقدم بالشكر لعمدتنا وعمدة هذه القرية، ورغم ظروفه الصحية إن هو يقدم لنا الترحيب، وده عظامة منه، وده اللي يدل على كرمه وكرم أهل القرية العظماء. طبعا أنا مش هشكر الشباب، أقول الحاج طارق العمدة والحاج رضا، كل أهل الحدادي، الحاج عنتر الولداني قنديل، حاج جمعة، انت حداد ولا ضمرة يا حاج؟ حداد. بحيي بقى الحاج جمعة عشان بقى حداد اهي. والله ده ممكن يعمل شغل احسن شغل فيه. حاج سيد اخويا وصديقي العزيز عليا اللي انا بفتخر بيه، بشكر استاذنا الصحفي العالمي المحترم ان انا اتفاجئت بيه النهارده، كون اني اقدمه بالشكل ده. انت قدمت الموضوع بزياده اكتر من اللازم، احنا اقل من كده في القيمه واقل من كده في الموضوع. اخونا الكبير والافاضل والعظماء، انا بشكركم على حسن الترحيب. استاذ عاطف سري، والاول انا من قلب الحدادي بشكر عاطف سري، كان سبب في ان احنا ناخد اول اتحاد الطلابيه على مستوى الجمهوريه بصفته موجه عام التربيه الاجتماعيه. وده كان الاختيار المميز من البارع اخويا رحمه الله عليه، استاذي ومعلمي ومن سني بس استاذي ومعلمي الاستاذ مجدي ولداني قنديل رحمه الله عليه. الافاضل والعظماء، استاذ عاطف سري كان سبب ان احنا ناخد في مسابقه اوائل الطلبه اول الجمهوريه السنه دي لست طلاب سيدي سالم، كانت اول جمهوريه على الرحاب ومدينتي وعلى جردن سيتي وعلى المعادي وعلى اسكندريه وعلى القاهره وعلى الاسماعيليه ودمياط. سيدي سالم الاول على مستوى الجمهوريه بفضل العظماء، وكان ده دور كبير لصلاح السر وتوجيه التربيه الاجتماعيه. اشكره جدا باسم المجلس الاعلى للامناء والاباء والمعلمين اللي انا منه، وباسم امانه التعليم بحزب مستقبل الوطن. ليك تحيه وشكر استاذ عاطف وامين، عضو معانا في الامانه. اهل الحداد العظام، كان حد بيقول لي احنا عايزين نعمله المكان كده في مكان يكون رفيع ونعمله العدد طويل كده وكراسي جنب بعضها عشان يبقى في التصوير. قلت له انا مش بتاع الكلام ده، بس احنا كنا هويناه، كنا وصلنا عند المفارق ولا وصلنا فين؟ ده ايه العظمه بتاع الحدادي ديت، وايه الجمال اللي عملته الحدادي دي، وايه المرحله اللي الحدادي الجميله دي. انا عارف ان مشاكلنا كتير، تعليم وصحه وطرق، كل دي مشاكل، وعارف ان مشاكل الزراعه ومشاكل الاستحقاقات. اولا انا النهارده انا بعتذر جدا للمأساة اللي شفتها بتاعت اختنا، المفروض ان احنا كلنا نقف جنبها كأم، وده لسه بنقوله من ذوي الهمم، الام والاعاقه الذهنيه. الإعاقة الذهنية اللي وصلت إن احنا مش لاقيينه، بس أنا بوعدها من مكاني هنا إن أنا أكون مكان أبوه ومكان أخوه، إن أنا أدور عليها أكتر منه، وده وعد مني أنا والحملة بتاعتي. على خطوات وقدم إن احنا بنحاول نتصرف خلال المشاركة المجتمعية وأزمات التعليم وأزمات الصحة اللي منها. بعلن من الحدادي إن احنا من خلال المشاركة المجتمعية والدكتور صلاح شلبي العنوان كالآتي:
بجوار بنك مصر، اعلى مستشفى القدس واعلى التامين الصحي 15 حضان لاولادنا ببلاش بقيمه دفتريه او بقيمه رمزيه زي بالظبط المستشفى العام بالقيمه الرمزيه. طيب الغير قادر على القيمه الرمزيه هيتواصل من خلال المستشفى مع الحمله هتشيل المكان، هتشيل كل التكلفه. تاني حاجه الدكتور احمد شلبي نفسه وبعظمه ولاد البلد على روح والده المتوفي لسه قال لي يا حاج محمد وكمان الارامل والمطلقات والايتام ببلاش خالص مننا، وكمان هندفع في العلاج بتاعها. احنا على قدم الوساط ان احنا نحل مشاكلنا. دولتنا عظيمه ومواليدنا ضعيفه وحدودنا ملتهبه، واولى نسلح جيشنا حتى لو هناكل حاف عشان نعمل 4 حدود زي نعمل 4 جدران بتوالي الدار المتغطي والعرياني، الدار كل واحد. احنا لابد نحافظ على حدودنا ورا بلدنا ورا قيادتنا السياسيه عشان ما فيش ذره تراب واحده تجي من بلدنا. كل اللي بيحصل ده هدف بلدنا واحنا ورا القياده السياسيه لغايه اللحظه. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، انا لما فكرت ان اخش سباق استحقاق دستوري لمجلس النواب كنت بفكر 1000 مرة مش في نفسي أنا يمكن يعلم الله ويعلم الجميع مني إن أنا بخدم على قدر المستطاع، ولكن هناك قوة بتحتاج أكتر من كده. وده كان فكري إن أنا أفكر إن أنا أجيب رخصة أعلى. فكرت إن أنا أخش الاستحقاق الدستوري وهو سباق مجلس النواب، وأخش باسمكم أنتوا، أخش هدفي أنتوا بس مش حد تاني. أنا لا عايز جاه ولا عايز مال ولا عايز يمين. أنا فلاح ابن فلاح من نفس الأرض والطينة دي، وتابع لقرية الحدادي ومزود الصوت البطاقة بتاعتي. بلد المستشارين والقضاة، بلد المعلمين والدكاترة والأساتذة في الجامعات، بلد القيمة والقامات، عنواننا وفخامتنا بلدنا. تحية بالقلب والله لكل واحد هنا. تحية للحاج عبد العزيز بدر اللي قاعدين يصحابه زميلي، على فكرة كان في ثالثة أول مش كده يا أستاذ عزيز، كان بيطلع جابه مش باخده غياب. الحاج صبحي عبد العزيز بدر، أنا بعتذر يا حاج صبحي لأن الاسم له سنة، ده من حوالي كام سنة؟ 30 سنة ولا 35 سنة. بفتخر بكل اهل الحداد العظام، المقدمين الحفل والمقيمين على الحفل والقائمين عليه والمنسقين. واشكر كل حد تعب عناء السفر جه ورايا ومش ورايا، كل خطوه لها معنى جوايا. انا مش قادر اسيب اللي طالع من بيته عشان يستقبلني من اهل الحداد العظام وضيع وقت كل المقابله. ده قليل قوي نقول شكرا وشكرا ونقول شكرا. أنا مش هتكلم على برنامج نيابي ولا برنامج إن أنا أختاره، أتكلم على كلمة واحدة بس. أقول إن أنا خادم لكم واخترت كده. أنا خادم لكم واخترت كده. أنا اخترت إن أنا أكون خادم لكم، وكل واحد هيديني صوته حاملني أمانة جوايا. أنا اخترت ده خادم في كل حاجة، ووفقت إن شاء الله خادم لكم. ما حصلش نصيب وربنا ولا غيرنا، برضه بيتي ومكاني مفتوح لكم، مش هنقابل وش حد أبدا، ودي رسالة إحنا بنأديها. أنا بشكر كل الرجال اللي حضرت، بشكر عظيمات مصر السيدات الفضلات اللي جت من آخر الدنيا ديت وطالعة من بيوتها. أنا بحييكم امهاتي واخواتي وابنائي الصغيرين، انا سعيد بكم جدا وبشكركم. هي دي الحدادي وهي دي اهل الحدادي، اهل الكرم. اكرمتونا اكرمكم الله. اهل الحدادي الكرام. الحديث معاكم عايز اطول قوي، ولكن انا عايز اقول على حاجه.
احنا بصدد انا الاستاذ عاطف سري قدم الحفل العظيم واستاذي واستاذ توجيه التربيه الاجتماعيه زميل ليا في مجلس الامناء، انا رئيس مجلس الامناء وهو امين سر المجلس. كنت بفتخر جدا، كنت قلت دايما سري جدا وسر للغايه الاستاذ عاطف سري. الاستاذ عاطف كان زميل النجاح وزميل التقدم. استاذ عاطف سري قدم ملحمه في التربيه والتعليم، والله صحيح الناس تقول ان ده فعلا من قريه الحدادي، لان الحدادي ما بطلعش الا عظام. انا بشكرك بصراحه وكان الكل على تفوقنا مرتين على مستوى الجمهوريه. تحيه غاليه قوي لروح الاستاذ مجدي قدامي انبيب ابن قريه الحدادي مدير اداره التدريبات التعليميه. طب احنا قد الكلام ده تعال هنا قد العظمه دي احنا قد العظمه دي اهو بس الكلب الابيض وموضوع عشان انت طلعت غلطان عشان التراب اللي بتمشي عليه. هيئة المكتب موضوع مبروك يخلص فورا من الصبح عشان والدتنا وكرم لاهل الحدادي بأكرمونا وعلى راسنا واكثر من كده كمان يوم. شكر تحت امرك على راسي على راسي. ايوه ربنا يخليكي تأمرني بأي حاجة تانية. انت على راسي يا ست الكل على راسي. واحنا نصد الكلام ده ازاي يعني؟ جابوا اقل حاجه فاكرين اللي حضرتك انا متشكر قوي يا امي. الحاله اللي ست الكل على راسي بالامر واحنا قد الطلعه ديت على راسي. المكتب يا جماعه معايا موضوع خلاص يا جماعه خلصان يا ست الكل على راسنا. احنا بنوعد قدام الدنيا كلها وتحت امرك، ولو ليك طلبات تانية على راسنا. شكر قوي. احنا كده لسه مديونين في اجابه الله. شكرا للدكتوره العظيمه. انا عايز اختم كلمتي معاكم واني عايز اقول ان شاء الله ربنا اكرمنا مش هنكل ولا نمل عن ملفات كتيره جدا ومش عايز احط ملفات ثانيه. وعايز اقول اوجعنا كتيره لسه رافعه لسه بتكلم عنه. احنا بصدد حلول لموضوع الهمم وفي العاطفه الذهنيه ان شاء الله زي ما قدرنا ان شاء الله بالمشاركه المجتمعيه بحل جزء كبير من مشكله الحضانات وهذه السلم والرياض. ان شاء الله هنحل كل حاجه واحده واحده. احنا في ظهر بلدنا مش هنحمل الدوله كمان، وهنشوف ايه اللي احنا بنعمله باذن الله. ملف الطرق والري والصرف والزراعه والاسمده دي كلها على فائده الاستحقاق بتاعنا ان شاء الله ان ربنا وفقنا له. وما حصلش نصيب هنعمل ما يقدر الله لنا ونحمل اولادنا واهلنا. انا بشكركم مليون مره. الخطوه تاني يا جماعه يا جماعه عنوان الحطام تاني زي الاستاذ محمد طلب بجوار بنك مصر، اعلى مستشفى القدس واعلى التامين الصحي الدكتور احمد شلبي. 15 حضان تحت امركم كلكم لاولادنا عشان نقلل المعاناه عليكم بقيمه التكلفه. زي المستشفى على غير قادر على دفع التكلفه يتواصل من خلال المستشفى مع الحمله. والدكتور نفسه اعلن على روح والده والارامل والايتام وذي الاعاقه ذو الهمم ببلاش، وكمان يقدر يساعدكم في الادويه. بشكر حضراتكم، شكرا على حسن استقبالكم. كل عام وانتم بخير. اكرمكم الله، وعشان ما تعبكمش كفايه عليكم كده وشكرا.
موعدكم بالعيال ان شاء الله. انا موعد استاذي ومعلمي، انا موعدك والله، موعد الناس كلها، والوعد على راسي ودين في رقبتي لكم ولاهالينا. انا مش عارف اقول لكم ايه، انا فرحان بيكم وعايز افضل معاكم، لكن انا عارف ان ارتباطاتكم مش ارتباطاتي انا. بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.